السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني وحشتوني. كل ما اجيب منديل الاقي التاني وقع وادور عليه. يلا اتغدى ايه النهارده يا تيتا؟ كفته بالبطاطس. آه. والمخلل طبعا عشان تحدقي. تعالوا اتغدوا معايا بقى، والله اتفضلوا غدا. تعالوا كلوا معايا. اتفضلوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كفتة جميلة ولا عسل كده. كفتة تحتها بطاطس جميلة. المفروض تعملي جنبها حبة رز وشوية سلطة. بس أنا قلت أعمل إيه، أنا أكلها بالعيش المخلل. عارفين ده إيه؟ عروق كرنب. نعم. عروق الكرنب ديت كان عندي برطمان صغير كده، رشا كانت جايبه لي فيه ليمون، فانا بميه الليمون رحت مقطعه فيها، كنت بعمل محشي كرنب. خدت العروق بتاعتها قطعتها حطيتها مطرح الليمون. شوف جميله، مخلل، طعمه جميل والله. جربيه كده. عروق الكرنب مش ترميها، حطيها شويه ملح، حبه ملح وحبه زيت صغيره كده، ميه بملح يعني وزيت كده. وخيار، قطع خيارايه، شويه عروق كرنب، خيار، خيار، اي حاجه كده بعد ما تشتري من بره بقى. هو كده صغنن كده، مش برطمان قد كده. برطمان صغنون كده. بقول لكم لما يبقى في مخلل في البيت لازم كل ما تيجي تاكل تحط مخلل. مش برضه اعمل عشان كده والله. كنت بقى
المية المخلل بتاع الليمون بتاع الرشا مرضيش ارميه، حتى فيه عرق الكرنب ده. فين اللايك بتاع تيتا؟ مش شايفة حد حط لايك يعني. ها؟ أنا شايفاك على فكرة، حط اللايك. تنسى اللايك بتاع تيتا. الحاجات الدسمة اللي زي كده تبقى عايزة مخلل جنبيها عشان نفسك تتفتح يعني. احنا نفسه مقفولة، أنا بتكلم عن نفسه مقفولة. مبقتش عارف شكلي يعني. صح؟ صح.
كنت ارفع زرار الكمان بتاعتي ساعة البتول بتقول هقول زي ما بيقولوا، صح؟ كل واحد جعان يفكر في الأكل بس. الحمد لله. يا رب استر يا كريم. أكلة طعمة والله وجميلة، جربيها كده. تعملي الكفتة وتحتها بطاطس، بطاطس وبصل وطماطم. تجيبي الصينية تعملي فيها الكفتة، تروحي مقطعة بصلاية كبيرة حلوة كده حلقات، تروحي محطة عليها ملح وكمون وفلفل أسود، تروحي دعكاها بإيدك كده حلو البصلاية دي في الصينية. تجيبي بقى بتاع 4 حبايات طماطم كده تقطعيهم زي كأنك بتقطعي للسلطة، تحطيهم عليها، تفعصيهم مع البصلة في قلب الصينية برضه. تقطعي بقى حسب ما انت ايه كمية، حسب أكلك يعني، حبتين بطاطس 2 3 حسب ما انت عايزة، قطعيها رقيقة يعني زي كده مثلا، رقيقة كده يعني عشان ايه ما تاخدش سوا، رقيقة أوي كده. تروحي حطها بقى على بعد ما تعملي الطماطم بالبصلة دي، تحطي بقى البطاطس عليها وتقلبيها في بعضيها، تروحي بقى مسويها كده في الصينية. والكفتة تكوني مبشرة لها بصلة في طبق تاني، بصلة وملح وكمون وفلفل أسود، تحطي اللحمة المفرومة عليها وتدعكيها كويس، وعودي بقى تصبعي على وش ايه الصينية اللي انت حلوة اللي انت عملتيها دي. بعد كده تحطي معلقتين سمنة أو حبة زيت ذرة ونص كوباية مية عليها، وقرن فلفل رومي أو حراق حسب ما انت عايزة يعني، قطعها فوق الوش الصينية دي، تحطيها بقى على البوتاجاز تستوي، تعملي شوية رز جنب منها، شوية سلطة، غدوة جميلة جميلة كده. عايزة تاكلي بالعيش زي تيتا كلي كده. أنا قلتلكوا على الطبخة ازاي، سهلة والله، سهلة وبسيطة خالص. بعدين أنا ما بقدرش أصور والله وأنا بعمل، لأن ببقى تعبانة يعني، ببقى لابسة النضارة والخمار وكده، فما بقدرش أقف قدام البوتاجاز بالحاجات دي. جربيها الأكلة دي كده هتلاقيها جميلة وسهلة. ولو ربع كيلو لحمة هتعمليها تتغدي بيه كده، تاكلي وتشبعي.
خليك بعيد بقى. الحادق ده مغري مغري خالص الحادق ده. خلصت أكل. اديت اللايك ولا لسه؟ ها؟ اللي نسي يحط لايك حط لايك عشان لسه هتقول لك باي. الحمد لله. ده تبعيد هذا خلاص يا حبايبي. الحمد لله والهنا والشفا على قلبك يا تيتا. حطيت اللايك عشان اقول لك باي. يلا يا حبايبي ان شاء الله كده باذن الله تشوفوني في فيديو جديد ان شاء الله. غدوه جديده برضو ان شاء الله. مش تنسى اللايك والشير لتيتا. ماشي. يلا يا حبايبي شوفوا وشكوا على خير ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. يلا باي مع الف سلامه. باي 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 مع الف سلامه.